اتصل الفريق، نزل يجري من فوق المدرج اللي يلعبون للشارع إلى يسمونه الملعب وسجد شكر لله على دخول جلده بين خشبتين. ولما تشوفوا الجيل حقنا شفت سمعتوا الصراخ والصياح؟ هو هذا اللي بيفتح القدس؟ هذا الذي بيمنع الحرب من غزة؟ هذا اللي بيرد عدونا اليهود؟ هذا الصياح والصراخ اللي على الملاعب؟ ما هذا الصراخ؟ هذا كتابة التاريخ الجديد الذي قدر إبليس وأتباعه أن يصنعوا جيل لا يدرك العظائم، عنده العظمة والبطولة في مثل هذا الجيل اللي صنع إبليس، جيل البيبسي. هذا جيل البيبسي، جيل الحنظل، جيل التعظيم للجنس، للإنترنت، للفيسبوك، للعقلانية الشخصية في نفسه، للشهوة. هذا هو محامل كتب، حامل كتب يدرس ما يقدر يفتحها، ما يقدر يفتح الكتاب، ما يطيقه، يدور للجوال عشان يطارد في الجوال الصور العارية والقاذورات، ثم يعيش في هذا الوهم عشان الاختبار النهائي. ايه هو الاختبار النهائي؟ ركام شهوة تدخل في عقله، تدخل في ذهنه، تدخل في وجهه، تدخل في شكله، تدخل في روحه، تحصله ميت. أنت دا تتكلم من نتيجة التراكمات اللي أدخلها الشيطان على العقل. الإنسان مخلوق بسيط، إذا ما يجد من يربيه وينهضه ويصنعه كرجل يصبح ركام. الإنسان ليس بشيء، قال وخلق الإنسان ضعيفا، لكن عندما تتربى، عندما تتعلم، عندما تدرس، عندما تقرأ قراءتين، قراءة للحياة، وهذا اللي انتوا عليها. لو حمدكم يجي من أطرف البلدان لا يجي سنة دخل المدرسة والجامعة ليه؟ لأجل الشهادة، لأجل الوظيفة والمرتب. هذه قراءة لأجل الحياة العامة، وقراءة لأجل الحياة داخل. في إنسان يدير إدارة وهو يسكر، في إنسان يقوم في وزارة وهو يرتكب الزنا واللواط، لكن هذا إنسان يعيش لأجل الحياة، مبدع في الحياة لكن غير مبدع في نفسه. وأما الحياة الثانية أنت تكون حي ولو تكون فقير، لو ما معك لباس ما تقدر تشتري لباس، لكنك عزيز بعلمك وعزيز بدينك وعزيز بوطنيتك وعزيز بشرفك وعزيز بأخلاقك، وتحسب 1000 حساب للمعصية أنك لا تقع فيها لأنها دمار على ذاتك قبل ما تكون دمار على الآخرين. إذن أنت الرجل. هذه الرجولة قال الله فيهم من المؤمنين رجال. المؤمنين كثير لكن قال منهم رجال، أما البقية يسموهم ذكور، يسموها الذكورية. هذه الذكورة والأنوثة عبارة عن شيء مركب. جاكم الآن عصر ممكن يحولوك من ولد إلى بنت بعملية بسيطة، وبعدين تصلح وتتحول من رجل إلى بنت أو من بنت إلى رجل. لأن موجود عمليات موجودة في العالم، الذكورة والأنوثة متوفرة، لكن ما الذي منعدم؟ الرجولة. حتى في النساء، في نساء أحسن من 10 رجال، ولهذا يقول الله من المؤمنين رجال. مؤمنين رجال ونساء لكن فيهم رجولة. ايه الرجولة؟ القدرة على صناعة المواقف. هذا يقول والله فلان رجل، تقول ده رجل كما الرجال شكله، لكن كلمة رجل أي رجل له موقف رجولة كما وصف الله في القرآن من المؤمنين رجال. ايه وظيفتهم؟ صدقوا ما عاهدوا الله، له رابط بربه، إن صلى وإن صام وإن عبد وإن أحب وإن أبغض وإن تقدم وإن تأخر، كل عمله ما هو لأجل نفسه ولا لمصلحته، من أجل أن يحقق مطلب الله في الأرض. إذن فأنت عبد. هذا العبد الذي يحقق مطلب الله في الأرض ويترك كل القاذورات والأوساخ التي يشحنها الشيطان في العقل، في القلب، في الروح، في النفس. حاربها، باعد بينها حتى تصل إلى المستوى اللي تصنع فيه رجال.